حالات اجتماعية مزرية وتعيسة، معاناة يومية للمواطنين في منطقة تبعد 30 كيلومترا عن فرنان من معتمدية جندوب. هنا عماد تحليم الحدودية التابعة لمعتمدية فرنان من ولاية جندوب. عبرت لنا الخالة حليمة عن استيائها من العزلة التي تعوق تنقلاتهم، خاصة وأن الطريق باتت تمثل خطرا حقيقيا على مستعمليه، وذلك لما لحقه من انزلاقات أرضية وتآكل حواشي. وجيراني كلهم مشوا حاول قعدت انا فيها واحد تعب برشا. راجلي مريض عند الفد عند اللي نفس ما نلقى باش نعيش، تعبين برشا. وكنت طلب على عملية ما نجمش باش نداويها، داويتها هز السبيطار نتاع الحكومة تعملها العملية نتاعها ما نجحتش، تعبة برشا. يعني نعيش كيما تعرف، يعني ما عندي ساعي نعيش. الزور بنتي تقرا في الليسي، واحدة تقرا لي في الرابعة، واحدة في الخير. ما لقيت كيفاش باش يعني ما لقيت وين نشب. ما عنديش نرقد في القاعة، ما عنديش حتى الفرشيات كانت تدخل معايا تفرش فرشياتي مش بيهي، مش كيما كان الناس. راجل يخدم في الحطب، يعني يمشي يحكم عليك يقول ما تمشيش، يعني ما تمشيش للغابة وكل شيء، يمشي للغابة باش ناكلوا باش نروحوا الحطب باش نعيشوا بيه. ناشدت الخالة حليمة مسؤولية الدولة التدخل العاجل لإنقاذهم من الجوع الذي بات يلازمهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والصحية في منطقة لم تغادر بعد دائرة أفقر مناطق الجمهورية التونسية، وأعلاها أمية ومعدلات بطالة، وتذيلها مؤشر التنمية.